السلام عليكم وتحياتي لكم ونهاركم مبروك. غادي نهضروا على ثلاثه المواضيع، والموضوع الاول هاد الكلبه وباها اللي كلاو الغله وسبوا المله اللي عايشين في المغرب، وقع لهم مشكل في اللايف استفزازات وسبوا المغاربه على علم بانهم عايشين عندنا. وهاد لافوت نوجهها لكم انتم المغاربه اللي عايشين في المغرب، فين ما كان شي اسعد الشرعي، فين ما كان شي لبناني شي عراقي الا وتكبروا به، كبروا بولادكم ودفعوا الكر البراني كما يديروا جميع الدول العربيه. نزيد واحد الكلمه، لو كان هذا النوع ديال الفلسطينيين احرار لو كانوا في بلادهم، لانك اذا سولتي المغربي والجزائري تقول له تمشي تدافع على فلسطين يقول لك مرحبا نمشي نجاهد، والفلسطيني تهرب من الجهاد ويمشي للدول العربيه والدول الاوروبيه، وهذا ما يدل بانه خائن للوطن وانتم خونه. هنا خوتي سي بوريطه ما عطلهمش القحيبات المغربيه، تنقولها بهذه الطريقه بدون حشمه وحاشا اللي ما يستاهلش، لانكم نتوما قحيبات تقول ما عندكمش ولاد البلاد، ولاد البلاد يموتوا عليهم الاوكرانيات والروسيات والفرنسيات، وانتوما قحيبات تمشيو شكون؟ السوريين، الايرانيين، اللبنانيين، الفلسطينيين. علاش؟ عندهم صغاور بان تخليكم تكملوا القرويات وتحقروهم وتخرجوا معاهم الشيشه ويبعدلوا فيكم. ما تقدرش ديريها مع المغربي لان المغرب محافظ على مرته. المهم، هاد القحيبات اللي عندها شي سوري ولا شي عراقي، بوريطه الله ينصروا لينا ما كاينش لاعفاء التاشيره. بغيتي تجي للمغرب واخا مجوج مغربيه وعندك معاها الولاد تطلب التاشيره، وما كاينش الجنسيه وما كاينش الاقامه. جلس 3 شهور وخرج قود هكا. عجبتيني يا سي بوريطه. غادي ندوزو للموضوع الثالث. سي بوريطه يقصف ولا يبالي في الدوله الفرنسيه، لأنها بدأت السياسة والدبلوماسية المغربية. كل حامل الجنسية الفرنسية ما تجيش للمغرب حتى يكون عندك البي سي ار. قال لهم لا كانت نتوما الحكومة ديالكم تتعفي ولا ما تخدمش خدمتها، المغرب الحكومة ديالو تطلب كل واحد يجي من الدولة الفرنسية يدير البي سي ار. عجبك ما عجبكش تشاو بيلو. المغرب وضع من بين الشروط باش الشخص يركب في الطائرة ويجي للمغرب انه يدير واحد لو تيست بي سي ار اللي كاين، وهذا اللي كيخص تقولوا فرنسا في الحقيقه هو ان الناس هادو ما كيبغوش يديروا لو تيست بي سي ار قبل ما يركبوا في الطائره، على اعتبار بان لو تيست بي سي ار اختياري في فرنسا ماشي الزامي. ولكن المغرب عنده شروط لاستقبال اي شخص، بحال فرنسا دايره شروط لذهاب اي مغربي الى فرنسا. ما يمكنش مغربي يمشي لفرنسا بلا ما يدير تيست بي سي ار، وما يمكنش اجنبي يدخل للمغرب بلا ما يدير تيست بي سي ار. إذا كانت القوانين والهذا الفرنسية ما كتسمحش للسلطات بأنها تلزم على واحد الشخص أنه يدير بي سي ار قبل ما يطلع في الطيارة، فهذا مشكل ماشي ديال المغرب، هذا مشكل ديال فرنسا هي اللي خصها